ملاوي مقرمش لذيذ بواحد المكون سحري اللي هيزيد يورقوا لكم مزيان وهيزيد يجيك بحال اللي دايره رزيزه. نتمنى يعجبكم، نتمنى تتبعوني لاخر الفيديو، نعطيكم واحد السر في الفيديو ان شاء الله ديال كيفاش ينجح لكم هذا الملاوي هذا اولا المسمن ديالكم ويجيكم بحال رزيزه، بحال اللي دايره الورقه في الماكينه. كيجي زوين بزاف وبلا قوه العذاب، بلا قوه الوقوف في الكوزينه. هتحضروه في 10 دقائق، كميه كبيره خصوصا في رمضان هينفعكم بزاف. مع كيكون الوقت عندنا ضيق شويه في رمضان، الناس اللي كيكونوا خدامين بالخصوص. نتمنى تتبعوني لاخر الفيديو مع واحد المكون سحري البنات اللي غنعطيه لكم في الفيديو ان شاء الله باش يجيكم بحال هذا الشكل هذا، بحال اللي كتشريوه من المحلات. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه هناخذ الفينو والفورس. الفينو انا درت 3 ديال الفينو، 2 لايف ديال الفورس. بالنسبه للكميه راه كيبقى على كل واحد وشحال باغي يدير الكميه ديال الملاوي ديالو اولا المسمن. فهاد الطريقه هذه ديال كميه ديال الفينو كنديروا الضعف ديال هاد الفورس. هذا هو القاعده ديالنا. كنديروا معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش كيعطينا ديك الحموريه ملي كنجيو نحمروه. وكنديروا الملح على حسب الذوق، ما كنديروش الخميره في هاد الملاوي هادو حيت كيجيونا بحال رزيزه. الرزيزه راكم عارفين ما كتكونش فيها الخميره، كتكون مورقه بحال كيف ما شفتوا في اول فيديو. المهم هنعجنوا ديك العجينه ديالنا ديال الملاوي كيف ما كيعجنوها البنات كاملين. كلكم راكم تبارك الله عليكم كتعرفوا تعجنوا الملاوي. انا فقط جيت نوريكم الطريقه ديال هاد الطريقه ديال القطاعه ديال البيتزا كيف ما شفتوا في الصوره الاولى اولا في المينياتور. فهي كالصراحه كتسهل علينا بزاف المأموريه خصوصا في رمضان. فكنوجدوا المسمن ديالنا اولا في 10 دقائق ما كنفوتوهاش. كنعجنوا وكنلويو في وقت قصير، ما كنبقاوش بقوه التحضيرات وكنلويو ونعاودوا في الملاوي. صافي البنات غنعجن ديك الملاوي كيف ما كتشوفوا. غندلكهم مزيان، غندير لهم الماء حتى يطلقوا لينا. راكم عارفين الفينو فكيبغي الماء باش كتطلق العجينه. صافي هنديروا شويه ديال الزيت ونخليوها ترتاح تقريبا شي 5 دقائق وهنرجعوا نكوروها كويرات صغار. هاد المرحله هذه فضروريه باش كيطلق لينا العجينه وفاش كنجيو نسرحوها فما كتبقاش تقطع لينا بزاف. صافي ها هي كورتها كويرات بهذا الشكل. القياس كيبقى على حسب كل واحد شنو بغى. بالنسبه للزبده البنات فهاد الزبده هي اللي كتصلح لهذا النوع ديال الملاوي، كتجي مورقه. الزبده ديال التوريق اولا هذه اللذه. فواخا ديروا الزبده الحيوانيه ديروا معها شويه من هذه، راه كتساعد بزاف في التوريق ديال الملاوي ديالنا. وبزاف الناس راه دوك اللي كيخدموا هذه الخدمه هذه وكيبيعوا هذه الملاوي اولا الرزيزه راه كيخدموا بهذه الزبده هذه، ما كيخدموش الزبده الحيوانيه. الزبده الحيوانيه راه غاليه راكم عارفين البنات، كدير 110 درهم، راه ما يقدر حتى واحد يديرها في هذا الوقت. صافي هنديروا الفينو، هندير فيه هذا الخماله ديال الحلوه ضروري البنات باش ملي كتجي طيب لينا ديك الملاوي ديالنا كيتنفخوا وكتفرق الورقه على اختها. فضروري هذه المرحله كندير شويه ديال الخميره الحلوه مع الفينو. فصافي هادو هما التحضيرات البنات. والزبده ضروري ديروا معها هاد الزبده هذه، راه كتجي رائعه وكتورق مزيان. اما زبده ديال التوريق، اما هذه الحلوه، اما هذه، اما ماماتي، راه كاينين بزاف الانواع ولكن انا كندير هذه. صافي البنات هنطلقوا العجينه من بعد ما ارتاحت لينا. هنطلقوها مزيان وهنبداو ما هلويو ما والو. راكم عارفين هاد الطريقه هذه راها سهله بزاف، نتمنى تتبعوني، راها سهله وكتجي رائعه بلا ما تعذبوني نهائيا. صافي هندير شويه الزيت اولا ثاني غير بالزيت ونطلق العجينه بحال هذا الشكل وندوب. من دوبنا ديك الزبده حنا كندهنوها هكا الوجه ديال العجينه ديالنا بالزبده. كنحاول البنات نعطيكم المفيد في هذا الفيديو هذا بلا ما نطول عليكم. صافي وهنجيبوا القطعه البيتزا وهنقطعوا بهذا الشكل. كنبقاو نديو الموس ونجيبوه حتى كيتقطع لينا بهذا الشكل هذا. ساهله ما كنلويو ما حتى شي حاجه. راكم عارفين الملاوي كيقبطوا لنا الوقت غير في ديك طوي من هنا وعاود من هنا، فكنبقاو واقفين في الكوزينه بزاف. فهاد المرحله هذه راه ساهله بهذا الشكل هذا. كنديروا شويه الفينو من الفوق اللي كنا درنا فيه الخماره. من بعد ما درنا الزبده قطعنا درنا شويه الفينو. صافي وهنحاولوا نجمعوا العجينه بالاطراف ديال الاصابع بهذا الشكل حتى كتولي على شكل طولي بهذا الشكل، كتولي طويله. غنحاولوا نطولوها شويه نعاونوها باش تجي تطول بحال اللي غنجبدوها، ما نخليوهاش مجموعه. فهي كل ما جبدتيها كل ما كتعطيك الطوع باش كتجي الملاوي ديالك زوين. صافي وهنطويو، اما نطويو على جوج صبعان ديال يدينا كيف ما كتعرفوا، اولا نطويو بهذا الشكل هذا. كنبقاو
كنطويو حتى كنكملو وكنحطو الملاوي ديالنا. الطريقه راها ساهله، نتمنى البنات ما تعكزوش عليها. راكم الا درتوها المره الاولى ما تبقاوش نهائيا تطويو الملاوي اولا تبقاو تبقاو واقفين بزاف على الملاوي في الكوزينه. صافي هاد المرحله هادي صافي حنا سالينا الملويه ديالنا. فهمتونا البنات؟ صافي نخليوها ترتاح بهذا الشكل. غنحطوها وندوزو نوجدو الاخرى بنفس الطريقه. غنطلقوا العجينه كيف ما كتشوفوا، اما ندهنوا يدينا بالزيت اما نديروا ديك الزبده اللي مذوبين، راه بحال بحال. بالنسبه للزبده البنات اللي كيبغي يدير الزبده الحيوانيه يدير غير شويه، راكم عارفين راه دابا الغلا وراكم عارفين شنو كاين، باش بلا ما نبقاو نكثروا على راسنا في المراحل. فماشي ضروري تكون عندنا الزبده الغاليه باش نديروا الملاوي اولا باش نديروا الرزيزه اولا. فغير هاد الزبده هذه راه كدير رابعه، كدير 150 ريال. شحال هذه كنا كنشريوها غير ب 4 دراهم، دابا ولات 150 ريال رابعه اولا نص كيلو. كناخذ انا نص كيلو وكنبقى ندير غير طريف، كتزيدي لي 4 المرات اولا 5 المرات ديك النص كيلو كيدير 300. صافي غنبقى نقطع بهذا الشكل، دهن الزبده وغنقطعو على شكل طولي بهذا الشكل، وهندردرو شويه ديال الفينو من الفوق. الفينو اللي فيه ديك الخماره اللي هي كتعطي ديك النفخه ملي كتجي طيب ديك الملاوي كيتنفخوا. صافي وغنجمعوا بهذا الشكل. الطريقه راها ساهله البنات، نتمنى تفهموني في هذا شنو كنقول لكم، ونتمنى ديروا بحالي، راه كتجي زوينه بزاف هذه الطريقه. انا ملي جربتها راني ما بقيتش كندير الملاوي كيف ما كنت كنديرهم شحال هادي. صافي هكا كيجيوني ساهلين دغيا دغيا، كنوقف في الكوزينه دغيا كنسالي، ما كنبقاش واقفه عليهم بزاف. وغنكملوها بهذه الطريقه البنات حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد غندوزو نطيبو البلويات ديالنا اولا المسمن اللي درناه على بحال الشكل ديال الرزيزه. كيجي بحال الشكل ديال الرزيزه نيشان زعما. الصراحه كيعجب بزاف الناس هذا الرزيزه هذه، وما كيعرفوش يديروها في الدار اولا كيكونوا ما عندهمش الماكينه ديالها، هذه كتصوب بالماكينه ديال الشباكيه. فبهذه الطريقه هذه يتسهل عليهم المأموريه. صافي غنديروا المقله ديالنا وغنبقاو نطيبوهم، نبقاو نقلبوهم كل ساعه، ما خليهمش حتى يتحمروا بزاف. فغير تبدا تجمع لينا ديك الملاويه ديالنا غنبقاو نقلبوهم باش كيتنفخوا باش كيطيبوا، ما كيجيش مخطوفين، ما كيجيوش مخطوفين في الطياب بهذا الشكل هذا. وغنكملوا الطياب ديالهم. راهم دغيا المقله اللي عنده 2 مقالي راه كيدير 2 مقالي في دقه. وبالنسبه ملي كنساليو ديك اللويان ديال الملاوي ديالنا صافي نيشان كندوزو نطيبوهم. كنبداو بالاولى وحنا غاديين ها هما من بعد ما طابوا. شوفوا البنات كيفاش كيجيو، نتمنى تجربوهم، راه ما تندموش عليهم وتبقاو دائما تحضروهم بهذا الشكل. صافي غنكملوا بالطريقه هذه. ملي كطيب لينا الملويه ديالنا اولا المسمنه فراه حنا كنحيدوها نديروها في شي قصعه اولا في هذا على ما تبرد لنا شويه، غير على ما نديروا وحده اخرى طيب وكندوزو نحلوهم. انا نوريكم الطريقه البنات باش كيتحلوا. صافي على ما كندير الاخرى في المقله كنرجع نحلهم باش كيجيو مورقين باش ما كيتلصقش وحده على وحده. هانتوما تشوفوا الطريقه البنات راه كلشي كيعرف يدير هذه الطريقه هذه، غير هي كنساعدهم باش كيتحلوا اكثر. بهذا الشكل كنرجع ليهم وكنضرب عليهم بهذا الشكل حتى كيتحلوا لينا. ها بهذا الشكل هذا باش كيدخل لهم الهواء وكيبردوا دغيا، كيبقاوش لاصقه وحده على اختها. بهذا الشكل كنبركوا عليهم وكيتحلوا. هانتوما البنات شوفوا
نتمنى تجربوا هذه الفكره هذه، راه كيجيو رائعين. ونتمنى يعجبكم الفيديو. اللي ما مشاركش في القناه نتمنى يشارك في القناه باش يزيد يشجعني نقدم لكم المزيد من الوصفات ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه اليوم، الطريقه اليوم. شكرا لكم بزاف البنات على المتابعه، وشكرا لكم اللي كيخليو لي كومونتير. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، فيديو قادم. الى اللقاء. القلب الرشيد